ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده هعمل لكم وصفة الدقوس او السحاوي وكمان الطومية الجميلة، وهنقدمها مع الوصفة بتاعتنا. بتقدموها مع الشاورما او الوصفات زي ما انا ما بوريكم كده. تعالوا نبدأ على بركة الله ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ تحفة، هتعجبكم جدا. تعالوا نبدأ دلوقتي بقى يا حبايبي. هنعمل سلطة الدقوس او السحاوي زي ما بيقولوا عليها. هنحط كده طماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، 5 حبات من الطماطم مثلا او 4 اهو. بصوا الحاجة اهي انا مجهزاها. وهنحط فلفل رومي احمر واخضر وفلفل الوان وفلفل اصفر، هنحطه برضو كده عليها اهو اهو. وهنحط حوالي 5 فصوص من الثوم، وهحط كزبرة خضراء حبة حلوين كده اهو. وادي الفلفل الاصفر اهو. وهنحط بقى بصوا 5 ليمونات كده نعصرهم. طيب نعصرهم بعدين. وهنحط معلقة كده كبيرة من الصلصة عشان تخلي لونها جميل، ماشي. وهحط ملح وكزبرة ناشفة وكمون وخل، حوالي نص فنجان كده من الخل. وهعصر بقى كل الليمون دوت. حبايبي انا عصرت 4 ليمونات اهمت، تمام. هبتدي بقى ان انا اضربهم في الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي شكلها تحفة وريحتها تحفة. حبايبي الدقوس او السحاوي اللي احنا عملناها، لو حسيتي ان هي تقيلة ممكن تخففيها بشوية مية ساقعة اهي. انا مش هحط لها مية كتير، حاجات بسيطة كده عشان ما تبقاش تقيلة قوي. بس هي دلوقتي بقى يا حبايبي هعمل الطومية. عندي هنا هحط 2 كبار من النشا، بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط مع نص كوباية مية، ماشي كده. وهقلبهم كلهم كده على البارد. بعد كده هاخدهم على البوتاجاز اسويهم سوا كامل. هحط معاهم برضو الثوم يا حبايبي علشان اخليه مستوي كده لما اجي اضربه في الخلاط كده ما احسش بيه، لان ده كمان ثوم جديد. انا يعني قشرته بس كده، لكن هو طبعا مش بنقشره كامل يعني. هسوي بقى النشا كويس. بصوا بقى يا حبايبي النشا كده استوت اهي خالص. هطفي بقى عليها واسيبها لما تبرد ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي، شايفين القوام بتاع التوميه بقى بردت اهيت وبقت تقيله. هحطها بقى في الخلاط هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اسيب حاجه خالص في الخلاط، حاجه غاليه يعني. بعد كده هحط الزبدية، هي الزبدية كاملة. بعد كده هحط المايونيز، دول حوالي 4 أكياس كده من المايونيز.
بعد كده هحط الملح، هحط سكر، وهحط حبة من الخل كده قيمة نص فنجان، هحط برضو حوالي نص كوباية من الزيت. بس كده هعمل ايه بقى؟ هضرب كل المكونات دي مع بعضها كده ضربة مضربة. بصوا يا حبايبي، انا حسيت ان هي تقيلة شوية فهزود لها شوية من المية كده وارجع اضرب تاني. بصوا بقى يا حبايبي، انا خففتها طبعا بالمية لحد ما بقت بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، وهو المطلوب. بصوا على الجمال والحلاوة، خطيرة. بصوا، شايفين السمك بتاعها تحفة. طبعا الضرب في الخلاط طبعا ما خلاش فيها اي تكتلات ولا طوم ولا اي حاجة باينة فيها. بجد بجد تحفة. طبعا هنستخدم اللي هنستخدمه، والباقي ممكن نحتفظ بيه في برطمان في التلاجة وقت ما نعوزه، بتقعد معاكي بالاسبوع. كده احنا هنبتدي بقى نقفل الاكل بتاعنا ونقدمه. اهوت اطباقنا خلصت النهارده. شايفين الجمال والحلاوه. شايفين، الف هنا وشفا. ودي السحاوي، ودي الطوميه. الف هنا وشفا. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب وكلمه حلوه في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.